لا قدر الله لو حصل حرق، يا ريت نبعد عن العلاجات التقليديه الموروثه ما بين الناس، زي ان هو يقول لك حط على الحرق زبده، حط عليه زيت، حط عليه معجون سنان. كل الكلام ده يا جماعه كلام غلط جدا. ممكن ان هو يحبس الحراره في المكان اللي حصل فيه الحرق، ممكن ان هو يلوث المكان اللي فيه الحرق اذا كان هو ذات نفسه مش معقم. تالت حاجة ممكن ان هو يحتوي على مواد كيميائية تهيج المنطقة دي، وممكن ان هي تتلف الأنسجة. عشان كده لازم نتعامل معاه بالطريقة الصحيحة، اللي هي ان احنا هنغسل المكان بمية باردة من 10 ل 20 دقيقة. بعد كده هننشف المكان ده كويس، وهنحط عليه شاش غير لاصق، او طبعا ممكن قبلها نحط كريم للحروق زي ميبو. تالت حاجة ممكن ندي ساعتها المريض مسكن زي البروفين مثلا، زي الباراسيتامول، عشان ما يحسش بألم، وعشان كمان نقلل التورم اللي حصل في المكان ده. اكيد طبعا لو لا قدر الله الحرق كان كبير او كانت الانسجه حصل لها تلف، لازم هنروح المستشفى فورا، لان التعامل هناك هيكون اكيد طبعا مختلف، مش زي التعامل في البيت.